ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مشروبنا الرسمي في الشتاء الهوت شوكليت. هنعمله بطريقه سهله جدا جدا. هنحضر البودر بتاعته تكون جاهزه، يا دوب بس نحط عليها الميه السخنه ونقلب ونشرب على طول. هنعملها بطريقه سهله جدا جدا ولذيذه جدا. معاكم ساره عبد العاطي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا على طول نبدا الوصفه. معايا هنا اول حاجه في المكونات كوبايه لبن بودر، معاه كمان كوباية من الكاكاو الخام من غير محلى. كل ما كان الكاكاو جودته كويسة كل ما كان الهوت شوكليت بتاعي يبقى طعمه ألذ. عندي هنا كمان نص كوباية من النشا ونص كوباية من السكر، ممكن نزود او نقلل حسب الرغبة، بس دي كده مظبوط. عندي هنا كمان معلقة صغيرة من القرفة ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. عندي هنا شوكولاتة، ممكن استخدم اي نوع انا عايزاه، شوكولاتة بالحليب هتخلي كمان طعم الهوت شوكليت حلو جدا. انا معايا هنا 6 حبات صغيرين بالحجم اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. اول حاجة هجيب معايا بولة كبيرة وهبدأ ان انا اخلط المكونات بتاعتي زي ما اتفقنا. كوباية من اللبن البودرة، وكوباية من الكاكاو الخام من غير محلى، ونص كوباية من النشا، نص كوباية من السكر، وعندي هنا الفانيليا زي ما اتفقنا والقرفة. هنا الشوكليت بتاعتي هقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده قطع صغيره. ممكن طبعا استخدم السكينه بس هي ما كانتش محتاجه هنا. طلعها من التلاجة قبلها بشويه علشان تبقى سهل معايا انها تتكسر. وهقلب الميكس ده كله مع بعض كده. ده يا جماعه الخليط ده هيديني هوت شوكليت من غير ما احتاج ان انا اضيف له اي حليب. مش هحتاج ان انا اضيف له سكر ولا اي منكهات. النشا هيخلي قوام الهوت شوكليت حلو جدا جدا. هجيب هنا بقى برطمان او علبة تكون محكمة الغلق، تكون نظيفة طبعا وملهاش اي ريحة عشان ما تأثرش على ريحة وطعم البودر اللي انا هحطها جواه. وهحط الكمية بتاعتي دي، كمية كبيرة جدا هتعمل معايا هتكفيني الشتا كله يعني. هغطيها كويس جدا وهيلا بينا هنعمل مع بعض الهوت شوكليت بقى بالخليط اللي احنا حضرناه ده سوا. هجيب اي بقى حاجة على النار، كنكة مثلا او حلة صغيرة، واحط بقى كل معلقة كبيرة ليها كوباية من المية. طبعا احنا حاطين اللبن بودر فمش هنحتاج ان احنا نحط اي حليب من بره. هقلب الاول شوية على البارد وبعدين هولع وهبدأ ان انا احرك اتأكد ان كل الكمية بتاعتي دابت والشوكولاتة اللي انا حطاها دابت كمان. ممكن ادوق لو حسيت ان انا عايزة ازود سكر مثلا. وهقلب كويس جدا، واول ما يبدأ الهوت شوكليت بتاعي يغلي بالمنظر ده كده هيبقى جاهز. احلى والذ هوت شوكليت معايا يا جماعه، هيعجبكم جدا جدا. والطريقه دي سهله جدا وبسيطه، يا دوب بس احط الميه على النار وهفتح العلبه اللي انا حاطط فيها المجهز فيها البودر بتاعتي، احط معلقه كبيره على كوبايه وخلاص كده بقت جاهزه معايا. زي ما انتم شايفين طعمها لذيذ جدا جدا وسهله وسريعه. هنا ممكن ازين بكريمه، دي كريمه خفق الحلويات، حط عليها شويه سكر بودره وضربتها كده. ممكن استخدم طبعا كريم شانتيه، ممكن محطش حاجه خالص، ممكن احط مارشميلو زي ما احنا عايزين. طبعا ده اختياري يعني بحسب الذوق الشخصي. ديت شوكولات مبشوره انا زينت بيها. بجد يا جماعه عجبكم جدا جدا جدا، انا متاكده. جربوه وقولوا رايكم في الكومنتات. ويلا بينا بقى ندخل على الجزء التاني من الفيديو. هنتكلم النهاردة عن القيمة الغذائية للشوكولاتة. الشوكولاتة بتنتج من شجرة الكاكاو على شكل بذور. البذور دي أول ما بتطحن بتدينا البودر الخام أو الكاكاو الخام اللي بيدخل في صناعة الشوكولاتات بأنواعها المختلفة. طبعا فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الدارك شوكليت أو الكاكاو الخام اللي بتكون نسبة السكر ونسبة الدهون قليلة فيه جدا جدا، وده هو اللي فيه قيمة غذائية عالية. اول حاجة الشوكولاتة مصدر هام جدا للمعادن زي الحديد والمغنيسيوم والزنك. وكمان الشوكولاتة بتحتوي على كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسدة الأنتي أوكسيدانت، وليه ليها دور مهم جدا في الحماية من العديد من الأمراض، أشهرهم طبعا الكانسر أو السرطان.
كمان الشوكولاتة ليها دور مهم في الوقاية من أمراض القلب، وبالتالي فهي بتقلل من خطر الإصابة بمرض ضغط الدم، وكمان ليها دور مهم في التحكم في مستوى الكوليسترول في الدم، لأن هي بتقلل ال LDL الكوليسترول الضار وبترفع ال HDL الكوليسترول الجيد. وكمان ليها دور مهم جدا في دعم وظائف المخ والحماية من مرض الزهايمر. كمان الشوكولاتة تعتبر من الأطعمة اللي ليها تأثير مضاد للالتهابات، بس طبعا مش معنى كده ان ناكل منها كميات كبيرة، لان حتى الشوكولاتة الدارك بيتحط لها دهون وبيتحط لها كمان سكر، فمعنى كده ان انا هاخد كمية كبيرة من السعرات الحرارية. الحصة اليومية للشخص المفروض تكون من 20 ل 30 جرام من الشوكولاتة الدارك، وكل ما كان لون الشوكولاتة اغمق كل ما زادت القيمة الغذائية بتاعتها. اتمنى المعلومات تكون عجبت حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وامنه. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.